فيها السؤال اللي بيطرحه كل الناس: ايه اللي دفع الشيخ ياسر الى اصدار هذه الفتاوى وهو بعلمه وخبرته مدرك انها حساسيه وستحدث هذه الفتنه والبلبله؟ طيب نقول الاول الفتاوى دي ايه قصتها؟ ارجوك. بدايه الامر ده درس صحيح مسلم بيتعاطى في المسجد بصفه منتظمه، قعدنا فيه 17 سنه بنمر فيه على كل الاحاديث. بدايته كان شرح قصه ابراهيم عليه الصلاه والسلام في الشفاعه. قال اني لما البشر يسالوه الشفاعه يوم القيامه فيقول لست بذلك، اني كذبت 3 كذبات 2 منهما في ذات الله. وذكر قوله يعني اني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا الاصنام، وذكر الايه الامر الثالث اللي هو ما عدهوش في ذات الله لانه كان لانقاذ نفسه. وده من تواضع سيدنا ابراهيم عليه السلام. القصه ان سيدنا ابراهيم اتى الى مصر وكان معه ساره، وساره من اجمل نساء العالم. فقيل للملك الجبار انها هنا امراه لا تصلح الا لك. فعلم ابراهيم ان هذا الملك لو علم ان لها زوج لقتله ليتخلص من امر الغيره وينفرد بها، ولو علم انها اخته لم يحصل له هذا القدر من الغيره فيؤدي الى القتل. كويس. فقال لساره اذا سالوني فساقول انك اختي فلا تكذبيني وانت اختي في دين الله، فليس في الارض مسلم غيري وغيرك. فسالوه فقال انها اخته فاخذوها. فاراد الملك ان يتناولها فاخذ اخذا شديدا. سيدنا ابراهيم عمل ايه؟ قعد يصلي. فاخذ شل يعني. فقال قد علمت ان ذلك منك فادعو الله لي ولا اضرك. فدعت له فجاء يتناولها مره ثانيه فاخذ اخذه اشد من الاولى. ثم في المره الثالثه اخذ اخذه اشد يعني، في كل مره يحاول يغدر يعني. فقال اذهبوا بها لم تاتوني بانسان اتيتوني بشيطان، اذهبوا بها واعطوها هاجر. رجعت بهاجر الى ابراهيم وهو يصلي. بعد ان انتهى قالت ما شانك؟ قالت رد الله كيد الفاجر واخدم هاجر. تمام. فهذه القصه. فالكلام كان فيها على شرح هذا ان سيدنا ابراهيم كيف فعل ذلك. اولا نحب ان نؤكد عقيده يقينيه لكل المسلمين، وان لا يجوز بحال من الاحوال وصف الانبياء بالخسه ولا بالدياثه ولا بالنداله طبعا بحال من الاحوال. طبعا. وابراهيم عليه السلام ابو الانبياء. فالكلام ان ايه تفسير اللي عمله سيدنا ابراهيم دي بقى حاجات مما لا تختلف فيها الشرائع. يعني لا نبي ينفع في شرعه يبقى فيه خسه ولا دياثه ولا نداله. لا ده متفقين عليه، والقصه متفق عليها. تمام. قصه ابراهيم دي في حديث رواه البخاري ومسلم. كويس. فبنشرح بنقول ان الكلام ده لان سيدنا ابراهيم كان بيرتكب اخف الضررين، وان ترتيب الضرورات عند اهل العلم باستقراء الشريعه تقديم مصلحه الدين ثم مصلحه النفس ثم مصلحه العرض او البضع في اصطلاح الفقهاء ثم مصلحه العقل والمال بعد ذلك. وجبنا كلام اهل العلم في ذلك. فواحد من طلبه العلم بعت لي على، لان مش كل الناس بتقدر في الدرس تسال كل اللي عايزاه، او بعضهم بيتابع من خلال النت اللي هو الموقع مخصوص يعني. فبعت سؤال، وده موقع مخصوص وليس موقع اعلامي. ده موقع واحد طلب بيسال سؤال. مش ده موقع اللي هو انا السلفي؟ كان ساعتها صوت السلف قبل ما يقع يعني. قبل ما يقع ما هو حصل هجوم على صوت السلف عشان كده واقع بقى له كذا شهر. تمام. فبقى السلفي بداله. انا السلفي. لا انا السلفي موقع تاني بداله بينشر الفتاوى. كويس. بس ده حضرتك المشرف عليه. تمام. ده وده. فالمهم ان هو السائل بيسال بيقول يعني هل معنى ذلك ان الواحد لو تعرضت زوجته للاغتصاب او ان هو يبقى يلزمه ان هو ما يدفعش عشان تقديم النفس على العرض؟ فقلت له ان الاول لازم نتاكد من انه اذا كان هناك احتمال للدفاع عنها. العلماء بيتكلموا دايما يجب عليه ان يدفع بالممكن. لفظ الممكن قد يظن بعض الناس انه شرطه انه لازم ينجح او يغلب على ظنه انه ينجح، فانا جبت اللفظ الاخف اللي الناس تتضح لها اللي هو لفظ احتمال. اذا كان في احتمال ان هو يدفع واحتمال انه يموت يبقى يجب ان يدفع. ده الجزء الاول من الفتوى اللي اهمل وان كل الناس ما دورتش عليه. انا بقول يجب ان يدفع. واما الصوره اللي احنا بنتكلم فيها فهي صوره ما اذا كان
يوقن. طبعا يوقن دي هي مش كلام اهل العلم، كلامهم هو غلبة الظن، يغلب على ظني انه، بس انا عشان تاكد في حس الناس ان انت لازم تكون متاكد 100% هتتقتل وهتغتصب هي، يبقى هنجمع عليه مصيبتين. ففي الحاله دي بقول لا يجب عليه انه يدفع. فرجع سال، كان السؤال ده تفصيل شويه، رجع بعد كده سال طب هل مقتضى ان الكلام انه يجب عليه ان هو ما يحاولش يدفع في الحاله اللي يعلم يقينا ان المصيبتين هيحصلوا؟ فقلت له مقتضى كلام العز انا ما لقيتهاش منصوصه، وبالتالي فانا ما تجرأتش ان انا اثبتها كقول مباشر. قلت مقتضى كلام العز كده، العز بن عبد السلام اللي قال كلام صعب جدا، بيتكلم على سبيل المثال فبيقول اذا كان لم نجد حاكم فيه الشروط وهنضطر لتولية ظالم، ما ينفعش نسيب الناس فوضى. فبيقول الظلم ده هنقسمه الى واحد بيعتدي على النفوس، واحد بيعتدي على الفروج، واحد بيعتدي على الاموال. نحط انه واحد نحط، قال لك اول واحد نقدمه اللي بيعتدي على الاموال دون اللي بيعتدي على الفروج. ولو ما ينفعش يبقى انا هحط اللي بيعتدي على الفروج دون النفوس. وبعدين اخر حاجه ده بتاع، لان لابد الناس هتتقتل، تمام، اللي هو قبل الدين على طول. كويس. الكلام ده ذكرته، والكلام ده مذكور، وكلام مذكور في كلام ابن الجوزي والقرطبي وابن حجر في تفسير فعل ابراهيم عليه السلام، لانه لا يمكن ان حد يتهم ابراهيم عليه السلام بالايه؟ بالخسه عليه السلام، ولا بالندالة ولا بالديافة. لازم يتفسر لها تفسير يتوافق مع الشرع في هذا الباب. ولكن الصورة اللي اتطرحت هي صورة جزئية، يعني أقصد الصورة هي في الحقيقة دايما في حس السامع، وخصوصا مع التناول الإعلامي العجيب اللي حصل، بتدخل في الجزء الأول اللي هو في احتمال للدفع. شوية بلطجية، طب ما انا ممكن اضرب واحد بكده، اطلع اخبط واحد اللي بالسيف من هنا، اتصرف. فطالما ده في الحقيقة داخل في الجزء الأول اللي هو إذا احتمل الدفاع يجب أن يدفع، ولو قتل في الحالة دي يبقى قتل إيه؟ شهيدا. لأن الاحتمال الدفع ده معناه إن في احتمال تاني، هو احتمال إيه؟ هو احتمال إنه يموت، إنه يتقتل. فالحديث ورد فيه كده. فالمهم، لكن في صورة عايزة أضرب لها مثال بوضوح شديد جدا على وبتحصل أصلا، ودي كانت في ذهني بالتأكيد ساعة ما اتكلمت الكلام ده. حصل في البوسنة زمان، حصل في العراق في أبو غريب، وبيحصل في سوريا. جنود مدججين بالسلاح دخلوا على راجل أعزل، خدوا زوجته منه وخدوها في السجن بتاع أبو غريب ده، والراجل ده ما معهوش سلاح. وسجن أبو غريب ده لو راح الراجل علشان نقول له يجب عليك أن تقتحم وهو أعزل، هيضرب الراجل باللكمية أقصى حاجة، العسكري الأمريكاني اللي واقف والناس اللي في كل حتة، وفي النهاية هيتقتل فورا قدام الباب. فالصورة دي نقول له يجب عليك أن تفعل وحرام عليك، والا تبقى ديوث وتبقى هسه وتبقى نداله، وهو لو اتحرك يمين ولا شمال هيتقتل فورا. هذه الصوره اللي بينطبق عليها الفاظ الاجابه، اللي هو الفاظ ما يسمى بالفتوى. طيب انا اعتقد انه وصلت الفكره. لكن الصوره اللي اتنشرت اعلاميا هي الصوره اللي داخله في الحقيقه في النوع الاول اللي هو الاحتمال الاول، ان في احتمال للدفاع. هقول حاجه تانية، الراجل اللي خطفوا منه مراته ده الواجب عليه انه يقتل نفسه معاهم، ولا يروح يجيب اعوان وقرايب وناس خيرين ومعهم سلاح وينقذها؟ هو ده الاحتمال الصحيح. مش يجب عليه ان هو يفضل واقف لغايه ما يتقتل وتغتصب هي وما يروحش يدور على وسيله اخرى. ده المفروض ان هو لو عرف ينصرف علشان يجيب ناس ينقذوها، ده الواجب. بتوع ابو غريب دول وبتوع سوريا يعملوا ايه الواجب عليهم؟ يدوروا، مع ان الاغتصاب ممكن يكون شغال دلوقتي لكن هو مش هيقدر يقتحم دلوقتي. هل انا مكلف ان انا اموت وخلاص، ولا اروح ادور على خطه واجمع عدد يكفي اقتحام السجن ده، او ان انا اسر بعض الجنود دول عشان افاوض على الاسيرات؟ بس هيكون الاغتصاب حصل وكل سنه وانت طيب. بس المهم انها نفسها هي، بدل ما تتقتل انت وتغتصب هي او تتقتل هي، انا ابحث عن وسيله. مش ده حاصل دلوقتي؟ لو في اسيرات في سجون الاسد النهارده، مش كده؟ طيب اهاليهم يعملوا ايه؟ انا بقول دلوقتي حاجه، بعض الفصائل في الازمتنا احنا بتقول بناتنا بيغتصبوا في المعتقلات، مش كده؟ وان كنت انا اشك في صحه هذه المعلومات. طب انت دلوقتي عملت ايه؟ ليه ما رحتش اقتحمت السجن؟ قال لك هتقتل. طب ما هي الصوره اللي بتكلم فيها، واخبرها انت بتقول انا لو حاولت عشان هو عارف ان ده ما بيحصلش جوه، لو كان عارف كان عمل اكتر من كده، لكن هو في النهايه لو كان يقدر برضه كل طيب. حاجه في الشرع معلقه بالاستطاعه. طيب انا سبت حضرتك تسرد السرد الظرفي للقصه.